اهلا بيك استاذ ايمن وهدان الاعلامي الكبير في النمسا. يسعدني اني اعمل لقاء مع حضرتك بمناسبه المؤتمر النهارده، المؤتمر الاقتصادي في الغرفه التجاريه. تكلمنا عن المؤتمر كالعاده، وايه رايك فيما يحدث في هذا المؤتمر؟ بالنسبة للمؤتمر، هو المؤتمر ال14 منتدى ال14 لغرفة التجارة العربية النمساوية، وفي نفس الوقت الاحتفال بمرور 30 سنة على إنشاء غرفة التجارة العربية النمساوية. طبعا غرفة التجارة العربية النمساوية تاريخ طويل، وأنا عملت حوار مع المهندس مودر كان بيتكلم فيها، وكان في قبل الباشمهندس مودر كان في راجل عظيم الله يرحمه ويحسن إليه الوزير المفوض عبد الفتاح بحرية، كان صديق عزيز جدا وصديق جميل جدا. هي يعني غرفة التجارة العربية كان في الأول في بداياتها كانت عندها منحى ثقافي أكتر منه اقتصادي، أو كانت بتدعم الاقتصاد ببعض المشاريع الثقافية. ودلوقتي بيقام هذا المؤتمر سنويا بقاله 14 سنة على على التوالي. بيجي ناس كتيرة جدا من النمساويين، سواء وزراء متخصصين في الشركات، رؤساء شركات، مديرين شركات، أصحاب شركات تجارية عايزة تتعامل مع البلاد العربية بصفة عامة. طبعا لفيت المعرض وشفته، لقيت فيه فراغ من المصريين، الجالية المصرية أو شتند ومشاركة الدولة المصرية. أيوة. ما هو الأسباب؟ هو سؤال جميل. أقول لك الأسباب إيه؟ الأسباب هي مش مقنعة قوي، بس خليها أسباب وخلاص. إن سعادة السفير المصري لسه جديد، لسه ملوش فترة كبيرة، لسه ما اتمرنش على أو ما شافش أجواء النمسا بشكل جيد. دي حاجة. الحاجة الثانية كمان إني أنا كلمت مع مدير مصر للطيران الأستاذ هشام، وهو راجل طيب وفاضل ومبتسم دائما وبيحضر كل الفعاليات. هو ما كانش يعرف عن الموضوع ده غير قبلها بيوم ان في مؤتمر، فعشان كده هم تملي من مصر للطيران كان بيجهز الستاند بتاعه بالظبط. ايوه بتبقى دعايه عن السياحه المصريه، وفي نفس الوقت مصر للطيران، لان ما عندناش 3 شركات طيران عربيه في النمسا. بالظبط. هو احدهم، هو اكبر شركه طيران. ويعني عشان كده انا سالت فين العنصر المصري، يعني في دول عربيه، تونس والجزائر والمغرب والسودان وفلسطين والعراق، بس فين مصر؟ فين مصر في المؤتمر؟ مصر في قلبنا طبعا، بس بعيدا عن قلبنا، ما هي ماشي، بس احنا عاوزين بس هو الحياه العمليه. الحقيقه هو يعني هي ديت اللي انا ممكن اتخيله. انا بتخيل ان السفير لسه مازال موجود جديد. بتمنى له طبعا، وكل كل الدبلوماسيين المصريين بتمنى لهم اقامه سعيده، 4 سنين سعيده ان شاء الله، او 4 اعوام، خلينا نقول اعوام عشان اعوام اكثر تفاؤل يعني في النمسا، وانهم يكونوا موفقين. ولكن سؤالي الاخر حضرتك بان السفير لسه جديد، انا ما اعرفوش شخصيا، انا شفته النهارده كده على بالصوره، حتى ما شفته كان في السفير راح حضر مؤتمرات وندوات في للجاليه المصريه، حضر اليوم الوطني للجاليه المصريه، وحاجه زي دي في النمسا ترفع اسم مصر ما حضرهاش. بصي، يعني ترفع اسم مصر، اسم مصر مرفوع على طول، مش محتاج حد يرفعه. بس هقول لك على حاجه كمان، لابد ان احنا نتمسك. يعني مثلا اليوم الوطني المصري، اي مندوب حرب عنه، اكتوبر، اي مندوب موجود. عنه. السفير كان موجود. السفير كان موجود، كان النهارده موجود. في انسان مهذب قوي، السكرتير الاول للسفاره المصريه كمان موجود. لا كانوا موجودين طبعا، وليهم، وفي العلم المصري مرفوع على طبعا العلم المصري لازم يكون مرفوع في كل يعني مكان. من غير بس يعني ده بالنسبه للدبلوماسيين جم وحضر المؤتمر الصبح ومشي، بس فين الشتاند اللي بيعرض؟ هي دي اللي انت عندك حق، والعذر الوحيد انهم لسه جداد. جه ساعه قضى بصي هقول لك على حاجه، المؤتمر اللي فات ومشي. انما بالنسبه للوفود اللي بتيجي بعد كده، المعرض مفتوح من الساعه 10 لغايه الساعه 4. كل اللي يجي، انا واحده مصريه جايه عشان اشوف الشتاند بتاع مصر واتصور جنبه وافتخر ان مصر عامله شتاند في المؤتمر الاقتصادي، ما لقيتش الشتاند ده. شوفي اقول لك على حاجه، هي طبعا عندنا هنا كمان احد وزراء مصر، وزاره التجاره المصريه السابق او الحالي، مش عارف الخريطه المصريه شكلها ايه بالظبط، كان موجود واتكلم كلمه مهمه جدا، اتكلم عن الاقتصاد العربي بصفه عامه. هو بيمثل الاقتصاد العربي، مش بيمثل مصر بس. اللي انا عايز اقوله لك ان طب السنه اللي فاتت، العام اللي فات، مؤتمر 13 ما كانتش مصر لها شتاند، كان السفير موجود. اللي قبل منه ما
كانش موجود. بعد كده فتره كورونا خلت الحاله بصفه عامه على المستوى الشخصي والمستوى العام. يعني افهم من حضرتك ان مفيش انا مش بتكلم باسم السفاره، خلي بالك، انا بكلمك فاهمه سفير. انا بتكلم بصفه اه واحد من الشعب. براقب فافهم من حضرتك مثلا ان عدم حضورهم السنه 2013 والسنه دي او السنين اللي انت حضرتك ذكرتها، ان عدم اهتمامهم بهذا المؤتمر ده ملوش اي اهميه؟ لا، مش ملوش اي اهميه. يعني انا قابلت السفير اللي هو الملا لاول مره واخر مره. ايوه، محمد كان ماشي بعد يا أيوة. محمد الملا. أيوة. وتحياتي ليه. قابلته في المؤتمر، حتى ما لحقناش نتكلم مع بعض، كان المؤتمر خلص، مش هو، لا، قعد لحد اخر الجلسه ومشي. السنه دي كان السفير كان مشغول قوي، ما اعرفش، كان بيتكلم حد، كان الله يعينه. حتى رحت عشان اتعرف عليه. يعني ما كانش عنده الوقت، او كان ساعه افتتاح المؤتمر في الحقيقه. حتى كنت عايز اقول له انا برحب بيك، وانا ما جيتش ازورك علشان من بعد كورونا السفاره ما بقتش تبعت الدعوات. ونتمنى تواجد مصر دايما في هذه حصل خير. حلوه المناسبات. كلمه حصل خير تكون مصر متواجده دايما في كل المناسبات، لان وجودها للجاليه المصريه هنا كأننا شفنا مصر وزورنا مصر وبنفتخر. هقول لك على حاجه، انا مش يعني انا المفروض اللي بيحب مصر فعلا وبيحب السفاره المصريه ينقضها. هي ونقد للاول، يعني لازم ينقضها. الحقيقه اللي انا شايف ان مصر بتبعت لنا السفراء وقناصنا على مستوى عالي جدا، وعلى مستوى راقي جدا من الاخلاق وكمان البروفيشناليتي، يعني كمان طبعا. لان دي وجهه مصر في الدول الاخرى. مش مساله وجهه مصر، هم بيعرفوا يختاروا. ما في هو السفر في اي حته في العالم بيبقوا مختارين المميزين. ناس منتقاه، مجموعه منتقاه. يعني انا بتمنى للمؤتمر طبعا مزيد من الازدهار. باشكر اخويا حسن تطري كتير قوي على المجهود اللي قام بيه، مع انه جاي متاخر، خلي بالك. وبشكرك جدا وسعيد اني شفتك. شكرا ليك. شكرا ليك استاذ ايمن وهدان. شكرا لكم اعزائي الكرام. شكرا للاستاذ حسن تطري خلف الكاميرا، ودايما معانا في كل المناسبات اللي بتحصل هنا في النمسا. كان معكم هالة المغاوري من فيينا.